السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ما نساوش نصليو على سيدنا الحبيب، اللهم صل وسلم على سيدنا الحبيب وعلى اله واصحابه اجمعين. الاقتراح ديال اليوم ان شاء الله هي تحليه كريميه بدون فلو، بدون كريمه. كنحصلوا على واحد التحليه عاقده ما تشبعوش منها، بالاخص انها مكوناتها بسيطه. ودابا تابعوا معايا الفيديو باش تشوفوا المكونات وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. دائما وعلى بركه الله. اول حاجه كناخذ الكاسرونه كنضيف فيها نصف لتر ديال الحليب، ما يعادل 500 مليلتر الحليب عادي اللي كتناولوه. كنضيف عليه 3 ديال المعالق كبار ديال السكر. بالنسبه للسكر كيبقى على حسب الذوق، انا هنايا ضفت 3 ديال المعالق كما كتلاحظوا. عندي 2 معالق ديال النشا اللي كنكون مغرب لها من قبل، وضعها في هذا الزلافه هكذا، يعني 2 معالق كبارين بومبي. عندنا 2 معالق ديال الكاكاو اللي حتى هو كنكون مغرب له من قبل، هكا باش ما يبقاولناش دوك التكتلات ديال الحبيبات. بالنسبه للكاكاو حاولوا تستعملوا شي نوعيه جيده باش تعطيكم من هذا التحليه ديالكم المذاق كيكون زوين. بالنسبه لي انا هنايا دائما كما كنشارك معكم كنختار واحد النوعيه اللي مزيانه. مره اخرى ان شاء الله نشاركها معكم في فيديو اخر، غنقول لكم الاسم ديالها بالضبط. المهم كنحرك الكل على البارد هكا بالتحريك المستمر. من بعد كنوضعها على واحد النار اللي كنكون متوسطه، ومتوقفوش من التحريك باش ما تعقدش لينا ودير لينا دوك الكويرات في القالب ديال الكاسرونه. من بعد ما كيكون سخن هذا الشيء كامل، هاد المكونات كامله، هنا كنضيف واحد الكيس ديال السكر فانيلا باش كنسمو هاد التحليه ديالنا. من بعد ما كيكونوا غلاو ليا هاد المكونات كامله، يعني كطلع فيهم الغليه هكذا على هاد الشكل هذا، كيبقاو درنا واحد الفقاعات. كنضيف تقريبا واحد 50 غرام ديال الشوكولات. استعمل الشوكولاته ديال الحليب باش تعطينا المذاق زوين، يعني دائما في نطاق اللذه كنضرب شي حاجه اللي كتكون زوينه، وكنبقى نحرك هكذا حتى كنحس بهاد الشوكولات كامل داب. كما كتشوفوا ان هاد المكونات كامل عقدات لينا. هنا كنطفي النار وكنضيف تقريبا واحد معلقه صغيره، يعني ما عمرش بزاف ديال الزبده. بالنسبه لهاد الزبده هذه كتعطينا واحد اللمعه زوينه في هاد التحليه. وهكذا كتكون التحليه ديالنا واجده تقريبا في 5 ديال الدقائق. ما عليكم الا تفرغوها هكذا في الكؤوس، وكنوضعوها في الثلاجه حتى كتبرد مزيان وكتشد راسها. ومن بعد كنخرجوها وكنقدموها بارده. بالنسبه للتزيين انا هنايا زينتها بهذا الصيغه ديال الشوكولات. المهم هذا المقطع ما تصورش ليا. نتوما كما كتشوفوا كتجي عاقده ما شاء الله، ما تشبعوش منها، انهم كيحماقوا عليها الوليدات. نقدموها هكاك للسحور كديسير. مكونات اللي بسيطه وصحيه. نتمنى حتى نتوما تجربوها، وما تنسونيش دائما كما العاده من التعليقات.